اصعب حاجه بتواجه اي شخص بيحاول يعمل فلوس هو انه بيكون اتعلم المهاره اللي هو شاطر فيها جدا، زي الفيديو اديتنج، زي الجرافيك ديزايننج، زي البرمجه، السوشيال ميديا، كل الكلام ده بتكون اتعلمتها ومش عارف تجيب عميل. ففي الفيديو ده هشرح لك ازاي تجيب عميل بكل سهوله. افتكر ان انا بدات من 3 سنين وكنت تايه جدا وشخص جاهل، كنت فاكر ان انا شاطر وكل حاجه انا فاهمها والدنيا سهله جدا، بس انا في الحقيقه ما كنتش فاهم اي حاجه. انا بدات مجال المونتاج من 3 سنين، كنت بشتغل بعمل فيديوهات للمدرب عشان خاطر يدربني لان ما كانش معايا فلوس ادفع له، لحد ما الحمد لله قابلت طاهر. كان حد صديقي شغال مع طاهر كفيديو اديتور، بس هو كان عنده امتحانات فما كانش هيقدر يكمل شغل معاه، فهو عرفني بطاهر وان انا ممكن اشتغل معاه كفيديو اديتور. فاشتغلت مع طاهر لمده 4 شهور، ودول كانوا من احد اهم 4 شهور في حياتي، لان انا بعد ال4 شهور دول انا حياتي اتغيرت تماما. ما اكذبش عليكم، انا اول ما اتكلمت معاه فعلا ما كنتش عارف اتكلم، ما كنتش عارف امتى اتكلم امتى اسكت، الشغل التعامل فيه ازاي، وكل الكلام ده طاهر علمهولي. هو اشتغل معايا على عقليتي جدا وعلمني حاجه مهمه قوي، علمني ازاي اتعلم ولا كاني انا موظف عنده. واحمد برضو كان شغال كثامنيل ديزاينر مع طاهر في الفتره دي، وبعد 4 شهور قررت انا واحمد ان احنا نفتح الايجنسي بتاعتنا الخاصه. طاهر انبسط مننا جدا وحس فعلا ان احنا عقليتنا اتحسنت جدا ومهاراتنا عليت قوي بعد ما اشتغلت انا واحمد على الايجنسي جدا وطورناها واشتغلنا مع احسن صناع محتوى في الشرق الاوسط كمان. وفي يوم عادي جدا في الكلام مع طاهر ونشوف ايه اخبار البيزنس، ايه الدنيا ماشيه ازاي، قررنا نعمل شراكه ودخلت انا واحمد في الايجنسي بتاعت طاهر، وبعد ما كنا مجرد موظفين فيها بقينا شركاء فيها والحمد لله. المغزى من القصه دي مش ان انا اقول لك انا جامد قوي ومفيش مني اتنين والكلام ده، لا، انا بقول لك كده عشان تعرف ان مهما كان المكان اللي انت فيه دلوقتي انت ممكن تكون في مكان احسن منه بكتير. وخليني اقول لك الفيديو ده ممكن يكون من احد اهم الفيديوهات اللي ممكن يغيروا حياتك ويخليك تعرف تشتغل مع اي كلاينت موجود حرفيا. فاتاكد انك تكمل الفيديو ده للاخر. اول غلطه انت ممكن تكون بتعملها لو انت بتبيع اي مهاره على السوشيال ميديا، كان فيديو اديتنج او ايا كان، هي انك مش موجود على السوشيال ميديا. لازم يكون عندك اكونت على يوتيوب وانستجرام عشان خاطر الناس تشوفك. الناس هتعرف منين مكانك لو انت محلك سر؟ هتقول لي طب ازاي ابدا؟ بكل بساطه ابدا نزل فيديوهات عن الحاجه اللي بتقدمها. لو بتقدم فيديو اديتنج نزل فيديوهات بيفور اند افتر لايديتس انت عملتها قبل كده، نزل نصايح للاديتورز. كل الكلام ده هيعلي الفولورز عندك وهيساعدك توصل للكلاينتس بتوعك. بس اوعى تغلط الغلطه دي، وهي انك تنزل فيديوهات ليه علاقه بالفيديو اديتنج بس مالهاش علاقه بالكلاينت بتاعك. يعني لو انت عايز تشتغل مع طبيب اسنان ليه تنزل ترانزيشن باكس في الاكونت بتاعك كله؟ لا، نزل على سبيل المثال فيديو بتقول فيه ازاي ان انت بتساعد الكلاينتس بتوعك، ازاي ان انت بتخلي الكلاينتس بتوعك ينتقلوا من كذا لكذا، وفيديوهات بيفور اند افتر. لو انت مبرمج فاعمل نفس الفكره، نزل شغلك لويب سايتس انت عملتها للكلاينتس عندك قبل كده او ايا كان الحاجه اللي انت متخصص فيها. فدي نقطه مهمه جدا. طب هتقول لي طب انزل ايه على السوشيال ميديا؟ اقول لك الموضوع سهل جدا، انا هخليك تضرب عصفورين بحجر، تكسب كلاينت وفي نفس الوقت تبني البروفايل بتاعك. وده اللي هيخلينا ننتقل للنقطه الثانيه. اوعى تكون بادئ على السوشيال ميديا وبتنزل اي فيديوهات وخلاص، لازم تكون بتنزل فيديوهات مستهدفه الكلاينتس بتوعك. يعني لو انت عايز تشتغل مع طبيب اسنان اسمه فلان، فانت هات فيديو لفلان ده مش معمول له اديت وانت اعمل له ري اديت، والفيديو ده انت نزله عندك. لما تنزله عندك في البروفايل ممكن الشخص ده نفسه يوصل لك ويبعت لك يقول لك انا عايز اشتغل معاك، وهكذا تفضل تعمل فيديوهات تنزلها على السوشيال ميديا، وده هيخلي البروفايل بتاعك مليان فيوز وفولورز وناس مؤهلين ان هم يشتغلوا معاك. طب ازاي هتضرب عصفورين بحجر؟ كمل بس الفيديو وانا هقول لك. كمل. الغلطه الثالثه بقى، اوعى تكون مبتدئ ومنتظر ان انت تعمل فلوس. يعني بكل بساطه انت هتبعت رساله للكلاينت اللي انت نفسك تشتغل معاه، الرساله دي هتكون بتقدم له فيها خدمتك وكمان بتعرض عليه انك هتعمل له فيديو ببلاش. لا ومش بس كده، انت كمان هتبعت له الفيديو اللي انت عملته له، اللي زي ما قلت لك في بدايه الفيديو انت ضربت عصفورين بحجر. الحاجه الاولانيه ان انت نزلت كونتنت عندك وكونتنت نضيف بيستهدف الناس اللي انت عايز تشتغل معاهم، والحاجه الثانيه هي انك قدام الكلاينت ظهرت له انك بتقدم له فيديو ببلاش. هو جوه دماغه هيقول ده شكله شخص فاهم قوي وبروفيشنال كمان. طيب هتقول لي ايه الرساله اللي هبعتها؟ انا مش عارف اكتب ايه بالظبط. هقول لك خش في البايو بتاع اليوتيوب عندنا هتلاقي فورم بسيطه، اول ما تملاها هتفتح لك لينك الخطه، وبالمناسبه الخطه دي بتتباع بقول له فات بس احنا قدمناها لك ببلاش. الخطه دي في خلال 3 شهور بتعلمك ازاي تدخل فلوس من وانت قاعد في بيتك. الشهر الثالث بقى هتلاقي ان انا سايب لك تمبلت رساله ببلاش. يلا يا عم هو مش حرمك من حاجه. طيب اول ما العميل يرد اعمل ايه؟ دي نقطه مهمه جدا جدا. العميل مش صاحبك. اوعى تكون بتتكلم مع كلاينت وفاكر ان هو واحد صاحبك، تهزر معاه هزار عادي وتتكلم معاه مفيش بروفيشناليزم في التعامل. الردود اللي بتردها عليه لازم يكون فيها شكرا وبستأذنك وبعد اذنك. كل الكلام ده مش بيقلل منك ولا الكلام ده خالص، الكلام ده بيعليك جدا، بيخليك باين قدامه ان انت شخص محترم، شخص بروفيشنال بتعرف تتكلم وبتعرف تتعامل. وكمان نقطه مهمه قوي، انت كمبتدئ ما تنتظرش فلوس. يعني على سبيل المثال انا اول ما بدأت كنت بشتغل ببلاش. ليه؟ انا عايز اكسب اكسبيرينس، عايز ابني البورتفوليو بتاعي، وكمان لان ايه اللي هخسره؟ ايه اللي هخسره لما انت تشتغل مع الكلاينت ده؟ ايه اللي هيخسره لما انت تعمل شغل للكلاينت ده ببلاش؟ ما انت اساسا مفيش حاجه حققتها، فانت يا اما تاخد خطوه هتفيدك يا اما تفضل في مكانك.
فانا اول ما بدات الحمد لله بشكر نفسي ان انا بدات، والحمد لله دلوقتي انتقلت من ان انا بعمل شويه فيديوهات ببلاش ان انا بعمل الاف الدولارات. والكلام ده انت نفسك تقدر توصل، بس انت بس محتاج تؤمن بنفسك، محتاج تطلع من شخصيه الضحيه اللي هو البلد صعبه، التضخم عالي قوي، المصاريف العيشه عاليه. الكلام ده كله انت بس عقلك بيعمله عشان يخدع نفسك، عشان بس تريح نفسك وتقول انا تمام، هي بس الدنيا اللي حواليا اللي صعبه. صدقني في ناس زيك بالظبط وعندها نفس الامكانيات بتاعتك واصلين لحاجات عاليه جدا. انا ما اتولدتش متعلم المهارات اللي انا عندي دلوقتي الحمد لله، ولا حتى اتولدت ان انا بعرف اعمل فيديو اديتنج. اول ما بدات طارق كان بيقول لي ان انا شغلي مش قد كده، انا ما عنديش الموهبه قوي، بس انا بعرف اتعلم، بعرف ان في حاجه لو قلت لي الحاجه دي قدامك اسبوع تتعلمها، ان انا مش هنام غير لما اخلص الحاجه دي. لازم يبقى عندك مثابره، لان النجاح مش سهل، ولو كان سهل كان كل الناس وصلت له. وانت فاكر ان هو صعب ليه دلوقتي؟ هو صعب عشان خاطر الكون مثلا عايز يصعب الدنيا عليك؟ لا، هو صعب عشان مش كل الناس هتقدر توصل له. مش كل الناس من بيتها تقدر تعمل الوفات في البيت. ليه؟ لان مش كل الناس عندها العقليه انها في الاوقات اللي مفيش فلوس بتدخل ومش متعلمين حاجه وشايفين الطريق قدامهم سد، ان هم يشتغلوا، ان هم في اكتر فتره هم مضغوطين فيها ان هم يكملوا الشغل ويخلصوه، لان هم عارفين هم ليه شغالين. هم مش شغالين عشان شويه فلوس، هم شغالين عشان يحققوا احلامهم ويقعدوا اهاليهم من الشغل اللي هم شغالينه، ايا كان بقى الشغل اللي شغاله. حتى لو باباك عنده بيزنس، هو من حقه ان كل السنين اللي هو ضيعها دي في ان هو يحاول يبني لك حياه كويسه ان انت ترد له كل الكلام ده. فدايما افتكر انك بتشتغل عشان حاجه اكبر من الفلوس. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات الجايه اللي انتوا عايزينها، وان شاء الله الفتره الجايه هتكون قويه جدا عشان هعلمكم ازاي ان انت لما تعمل ميتنج مع الكلاينت تدخل وتقفل الديل بكل سلاسه. ما تنسوش تدخلوا الكوميونتي بتاعتنا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.